السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشاد الفرنسي تييري هنري المدير الفني للمنتخب الأولمبي للديوكا الفرنسية بالمنتخب الأولمبي المصري رغم الفوز بنتيجة 3-1 بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية في الدور نصف النهائي لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقام فعاليتها حاليا بفرنسا 2024. وقال هنري في تصريحاته عبر صحيفة لو باريزيان الفرنسية: سأكون صادقا، أنا سعيدا بهذا الانتصار بشكل خاص من أجل منتخب فرنسا. عندما ترى الجميع يحصلون على ميداليات هنا وهناك فأنت لا تريد أن تخذل اللاعبين. هنري: الأمر لم يكن سهلا أمام مصر. وأضاف: أريد أولا أن أرفع قبعتي لمصر لأن الأمر لم يكن سهلا. الآن يعلم الجميع جيدا مدى صعوبة المباراة ضد أسبانيا. بالتأكيد الأمر سيكون أكثر صعوبة في النهائي. وتابع: لم نمنح أنفسنا الفرصة للحلم بينما نمرر دورة تلو الأخرى. سنرى ما سيحدث أمام أسبانيا، ستكون مباراة صعبة لكننا سنحاول إحداث الفرق. وأتم: بصراحة لا أعيش حلما ولا أريد الاستيقاظ منه، خاصة بعد الفوز على المنتخب العنيد المنتخب المصري. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.